اكيد انت اول مرة تعرف عن القانون اللي انا لسه هقوله لك دلوقتي في عالم الرياضة وفي كرة القدم المصرية. قانون يعني يبين لك هو احنا ليه متأخرين في كرة القدم. هو احنا ليه لاعيبتنا الصغيرة ما بنشركهمش في اللعب في يعني الدرجة الاولى او الفريق الاول بدري، لانه في دورات للناشئين بتوصل باعمار اللعيبة ل 22 سنة. انت متخيل 22 سنة ويبقى في دورة للناشئين ويلعب فيها اللاعب وعنده 22 سنة؟ اللي هو 22 سنة ده في أوروبا بيشطب كورة يعني، أو بيبتدي يعني في عز اللي بيقدمه في كرة القدم. فأنت عندك هنا عاملين قوانين إن أنت ناشئ عندك 22 سنة، لا طب سيبوا اللاعب يحترف بره، لا طب سيبوا اللاعب يلعب درجة أولى عشان وخلي بالكوا إنه في فرق شاسع ما بين ملاعب اللي هي بتتلعب فيها الناشئين والملاعب الكبيرة. فالخبرات لما يلعب 18 سنة خبراته هتزيد، لما يلعب 17 سنة خبراته هتزيد، لكن لما يلعب 23 سنة ويبتدي يتحط في قائمة الفريق الأول 23 سنة أو 24 سنة، اللاعب خلاص يعتبر أنت كده دمرته. ليه بقى؟ لأنه ما خدش خبرات، لأنه لسه عقبال ما ياخد خبرات هيوصل ل 28 أو 29 سنة، وبعد كده تعيره في الدرجة الرابعة ولا الخامسة.